السلام عليكم. في سلسلة الفيديوهات اللي هنزلها لكم المرة دي هننزل بقى حاجات ان احنا بدل ما نشتري نعمل في البيت. فان شاء الله باذن الله هتمنى منكم ان انتوا تشجعوني في السلسله دي، واشوف منكم كده بقى لايكات وكومنتات كتير. فقبل ما نبدا في وصفتنا يلا بينا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتعالوا نشوف هنعمل ايه النهارده مع بعض. كان عندي كده برقوق كنت حاطاه في الفريزر، يعني كنت حاطه في دماغي ان أنا اعمله عصير او اعمله ايس كريم، ولكن جات لي فكره اخرى وقلت ان انا اعملها معاكم. فجبت البرقوق كده وحطيت عليه حوالي 4 كوبايات من الاكواب المعياريه من السكر، تلت كوب، يعني ممكن نكون تكون كوب ونص او حاجه. فانتوا شوفوا بطريقتكم، او انتوا حابين تحطوا سكر زياده او تقللوا السكر، دي حاجه بترجع لكم في الاول وفي الاخر. فسبته في التلاجة لتاني يوم بالسكر كده، وغطيته بالاسترتش راب زي ما انتوا شفتوا معايا، وبحطه في التلاجة. تاني يوم بقى طلعته من التلاجة وحطيته كده على النار، وبدات ان انا اسيبه لحد ما يبخر طبعا كل الميه اللي موجوده فيه وكل السوائل اللي موجوده فيه، ويبدا ان هو يبقى مركز وتقيل. عايزه اقول لكم ان الطعم كان في منتهى الروعه، بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله. كان يعني انا اول مره اعمل مربى البرقوق وتطلع بالكواليتي دي، بجد تحفه قوي. انا ما جربتهاش قبل كده خالص، ولكن انا شفت براند كده يعني مستورد فيه مربات، فحبيت ان انا اسال الاسعار، لقيت الاسعار معديه، فقلت ليه يعني ليه ما اعملوش انا في البيت واوفر هذا العناء يعني، وحتى اكون واثقه ومتاكده مليون في الميه انا عملت ايه في المربى بتاعتي وحطيت ايه في المربى بتاعتي. شايفين شكلها؟ بجد شكلها يامي، بجد بجد ما شاء الله لا قوه الا بالله. هي الشكل كان تحفه والطعم كان تحفه. عايزه اقول لكم ان الحبه اللي كانوا في الطبق دول الاولاد ما سيبوهمش لتاني يوم، عملت لهم منهم سندوتشات وهي كانت لسه دافيه شويه، وكان طعمها في منتهى الروعه، مززه وحلوه بطريقه اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. فتعالوا بقى كده في نص اليوم كده ناخد سناك سريع كده. خدت كوب من القهوه، طبعا لو انتم ماشيين على النظام اكيد عارفين. فتعالوا بقى اقول لكم شويه فرايتي حلوه نعملها بقى للفطار. انا كنت بصراحه صايمه عشان النهارده يوم الاثنين، فكنت بسحر، فقلت ان انا اصور لكم الفرايتي اللي انا عملتها. طبعا بعد ما سبت المربى شويه في التلاجة وطلعتها، عايزه اقول لكم ان الطعم بجد ابهرني ابهرني، لازم تجربوها بجد. انتوا لو جبتوا نص كيلو برقوق وعملت منه المربى انتوا بجد هتنبهروا. مربى بيتي بقى عاملينها في البيت بالكواليتي اللي انتوا عارفينها وكلها مضمونه فيها 100%، وعارفين انتوا حاطين ايه فيها. تعالوا بقى اوريكم. عملت اول ساندوتش بقى المربى كده، مربى البرقوق، حطيت تحتها زبده. وتاني ساندوتش عملت كده جبنه سايحه اللي هي الجبنه المطبوخه، وحطيت عليها شويه من البيف من بيف ريستو، وحطيت عليها حته كده جبنه جوده، كانت اخر حته عندي بصراحه، فقلت ايه مش مشكله احطها عليها وخلاص. وحطيت اللي هو الساندوتش التاني زبده بالعسل، ده على النظام بالظبط، يعني احنا هنصوم فلازم نكتر شويه من السكريات الطبيعيه الناتشرال. اوكي. وحطيت جنبها كده شويه عصير، وكانت ألذ